فيلم النهارده هو فيلم كوميدي غامض وقصته غريبة. في بداية الفيلم بنشوف راجل ياباني لابس بيجامة ملونة وبيصحى يلاقي نفسه في أوضة فاضية وكلها أبيض فأبيض وما فيهاش باب ولا شباك ولا سقف ولا أي حاجة، ولما بيقرب على الحيطة بيلاقي حاجة بارزة على شكل زرار غريب، وبعد شوية بيدوس على الزرار ده وفي ثواني بيظهر له أطفال على شكل ملايكة كتير طالعين من الحيطة، وبعد كام ثانية بيدخلوا جوه الحيطة تاني وبيطلع مكانهم زراير شبه الزرار الأولاني. والمرحلة دي من القصة اسمها مرحلة التعلم. وبعد ما بيشم صباعه بعد ما لمس الزراير دي بيرقع بالصوت وبعدها بيبكي وبيطلب مساعدة من أي حد ممكن يكون شايفه، بس للأسف كل ده على الفاضي لأن محدش بيرد عليه. فبيقرر إنه يدوس على الزراير دي علشان يشوف اللي هيحصل، وكل ما يدوس على زرار بيلاقي شباك صغير اتفتح في الحيطة وبيطلع له منه حاجة مختلفة، مثلا فرشة سنان مرة ومرة فازة ومرة مكبر صوت. ولما بيدوس على نفس الزرار بينزله من نفس الحاجة، لما بيدوس على زرار معين بينزل له عيدان خشب للأكل، لحد ما بيدوس على زرار مختلف وبينزل له جرار صغير وبيخبطه في رجله جامد. فالراجل بيصرخ، ولما بيدوس على زرار جامد من كتر الوجع الزرار بيتحول لصندوق بيطلع له دخان ريحته وحشة. وبعد كام ساعة الراجل بيكون متحوط لحاجات كتير وحاجات كلها غريبة في الأوضة، ولما بيحدف الكور اللي معاه على زرار عشوائي الزرار ده بينزل له سوشي. فبيتحمس بما انه كان ابتدى يحس انه جعان، بس بيلاقي الاكل مش نازل معاه صوص الصويا، فبيطلب انه ينزل له الصوص بس محدش بيرد عليه. فبيقعد يدوس على نفس الزرار لحد ما بينزل له قطع سوشي كتير، وبعد ما بيستسلم بياكل السوشي اللي قدامه وخلاص وبيلاقيه طعمه حلو. واول ما بيخلص اخر قطعة بيدوس على زرار علشان ينزل له تاني، والمرة دي بينزل له ازازة صوص الصويا، فبيتعصب وبيحدف الازازة بعيد. وبعد شوية بيدوس على الزرار المختلف وبينزل له النضارات ثلاثية الابعاد، ولما بيلبسهم بيشوف طفل ملاك بيلعب عند الحيطة، والراجل بيتبسط اول ما بيشوفه فبيروح يدوس على الزرار اللي عنده. وقتها بيظهر عد تنازلي كبير، وبعدها بيطلع له صندوق كبير زي المرة اللي فاتت وبينفخ في وشه دخان ريحته وحشة. وبعد كام ساعة بيقرأ 5 أجزاء من مجلة وبيسلي نفسه بيها، وبعد ما بيدوس على الزرار علشان ينزله الجزء السادس بينزله الجزء السابع بداله. فبيحاول يجرب زراير تانية وبرضه بتنزله الجزء الثامن والتاسع ومش بينزله الجزء السادس. واخر زرار بيفتح له باب صغير في الحيطة، والراجل بيحتفل بالاكتشاف ده، بس بعد شوية بينسى هو داس على انه زرار، فبيجرب يدوس على واحد عشوائي وبيدخل له واحد افريقي بيجري في المكان وبيختفي تاني في الحيطة. وتاني زرار بينزل له مية، والتالت بيطلع هو الزرار اللي بيدور عليه، ولما بيجري عليه الباب بيقفل في وشه وبيحاول تاني وبيحصل نفس الموضوع. وهنا بيعرف انه الباب بيفضل مفتوح طول ما هو دايس على الزرار، فبيحاول يفكر في حلول علشان الباب يفضل مفتوح. وفي الاول بيستعد انه يجري عشان يلحق الباب قبل ما يقفل، وبيدوس على الزرار برجله، وبعد كده بيدوس عليه بمضرب حشرات على امل ان المسافة دي هتخليه يجري اسرع ويلحق الباب قبل ما يقفل. ولا حاجة من دي بتنفع، ولا حتى لما بيشد الزرار بحبل او يضربه بالمروحة. وبعدها بيقرر انه يزحلق نفسه على الجرار عشان يدوس على الزرار ويرجع بسرعة للباب. وبعد كام محاولة بيلاقي نفسه مش عارف يتحكم بالجرار اصلا، وكل اللي عايزه دلوقتي هو انه يلاقي حاجة تفضل دايس على الزرار. فبيحط الفازة الكبير عليه بس الزرار بيرجع لفوق تاني، فبيفكر في حل وهو انه يملى الفازة بأي حاجة عشان تبقى اتقل. والاول بيجرب ازازة المية، بس مهما بيحاول انه يوصل المية للجرار مش بيقدر بسبب ان المية بتنزل في كل الاماكن التانية ما عدا الفازة. فبيفكر يملاه بالسوشي، بس الفازة بتبقى تقيلة جدا لدرجة انه ما بيقدرش يشيلها، ورقبة الفازة بتكون رفيعة جدا فمش بيقدر يدخل ايده علشان يفضيها من السوشي. فبياخد العيدان الخشب وبيفضي الفازة شوية لحد ما بتكون وزنها مناسب وبيقدر يشيلها ويحطها على الزرار، بس بيرجع ينسى الزرار من تاني. ولما بيجربه من تاني بيظهر له الراجل الافريقي وبيزق الفازة فبيكسرها من غير قصد. فالراجل الياباني بينهار وبيفضل يصيح بلا هدف، ولما بيلاقي الزرار بيغطيه بالسوشي، وطبعا الخطة ما بتنجحش. وبعدين بيحاول يدوس على الزرار بشريط لزق وبعدين بحديدة وعليها اللزق، بس مفيش حاجة فيهم بتنجح. وبعدها بياخد مسكن بسبب الوجع اللي بيجيله من الإصابات اللي بيتصابها، والباب بيقفل عليه. وبعدين بيغفل شوية وبيصحى يغسل سنانه، فبيدور على زرار المية فبيدوس على الزرار تاني، والزرار ده بينزل له حبل من السقف. وهنا مزاجه بيتحسن وبتجيله فكرة جديدة، فبيفتح الباب وبيستخدم الحبل عشان يوصل للباب قبل ما يتقفل. ولسوء الحظ لما بيوصل للباب بيلاقي باب تاني مقفول، فبيرجع على الأوضة بسرعة قبل ما الباب الأولاني يتقفل عليه. فبيتخبط وهو بيجري وبيضرب الحيطة برجله، فبيدوس على الزرار بيظهر له المفتاح طاير في الهواء، والمفتاح بيرجع يختفي بعدها. فالراجل بيفكر في حل يخلي الباب مفتوح في نفس الوقت اللي المفتاح بيظهر فيه، وهو بيحاول يعرف انه الزرار اللي بيجيب المفتاح. بيدوس على الزرار وبيظهر له كلب من الحيطة وبينبح عليه، ولما بيحاول تاني الزرار بيظهر اخيرا، وهو باصص على الزرار بيرجع لورا وبياخد قطعة سوشي
يحطها على الزرار علشان يميزه، ولما بيدوس عليه بيطلع الزرار الغلط والكلب بيظهر له، وبعدين بيحاول تاني وبيلاقي الزرار الصح، فبيجيب الحبل وبيتمرجح بيه عشان يوصل للزراير، وبعد كام محاولة بيقع بس بيقوم يحاول تاني، وعينه بتقع على مكبس بلعات كان نزل من شوية، فبتجيله فكرة تحلله مشاكله، وبيستخدم المكبس علشان يوصل للحيطة ويدوس على الزرار، وبعدين يزق نفسه لمسافة أبعد، ومن تاني محاولة بينجح وبياخد المفتاح وبيدوس على زرار الباب وبيوصل للباب قبل ما يقفل، وبيفتح الباب بسرعة بس بيلاقي باب تاني وعليه قفل بأرقام، فالراجل بيجري بسرعة والباب بيخبطه وهو خارج، فبيحدف المكبس على الحيطة بعد ما بييأس، وبيدوس على زرار الراجل الأفريقي من غير قصد، ولما الراجل الأفريقي بيدخل بيلاقي أورتو مكتوب عليها 3 أرقام، فبيفكر إن ممكن الأرقام دي تكون هي كلمة السر بتاعة القفل، وفعلا بيجرب إنه يفتح القفل على 3 محاولات بسبب إن الباب بيتقفل بعد مدة قصيرة، وتالت مرة بيفضل جوه ما بيخرجش بعد ما بيلاقي القفل اتفتح، وهنا بيلاقيه معلق شوية فبيشده جامد، ولما بيشده الباب اللي وراه بيتقفل فبيتحشر، ومش بيكون عنده مساحة كافية انه يفتح الباب، فبيقعد على الارض وبيبكي وبيفتكر انه كان مبسوط في الأوضة على الأقل بالحاجات اللي بتنزله، وبيستوعب انه ما قدرش النعمة اللي كانت عنده، وفجأة بيحس بنسمة هوا داخلة من الباب اللي على الشمال، ولما بيلمسها بيلاقيه مزيف، وبيطلع يجري في الممر الغامض اللي بيظهر له، وبيحس كأنه بقاله كتير جدا بيجري في نفس المكان، وعقبال ما بيوصل أخيرا شعره بيكون طول ولون البيجامة بتاعته اتغيرت، والأوضة اللي بيدخلها بتكون فاضية هي كمان، والباب اللي دخل منه بيتقفل بعدها على طول، بس المرة دي بيظهر له رجالة كبار على الحيطة وبيختفوا بعدها وبيطلع بدلهم زراير، والمرحلة دي من القصة اسمها التمرين. وفي الوقت ده في مدينة في المكسيك بنتعرف على عيلة أنطونيو، واللي بتكون قلقانة على الأب، واللي بيبقى مصارع معروف باسم إسكارجوت، وتصرفاته اليوم ده بتبقى صامتة. مراته بتفتكر ان ده بسبب ان الخصم اللي جاي اصغر منه، بس الجد بيقول لها ان السن ملوش دعوة والاهم الخبرة، فسكارجوت بيركب العربية مع بنته الاخت كارين وبتوصله على حلبة المصارعة عشان يجهز بدري، وبيروح يغير هدومه وبيدعي. وفي المدرسة أنطونيو بيتعرض للتنمر من زمايله اللي بيقولوا له إن أبوه مصارع ضعيف وهيخسر، ولما وقت المصارعة بيقرب الأخت كارين بتاخد أنطونيو والجد على الحلبة عشان يشجعوا سكارجوت، وبعد ما بتوصلهم بتمشي، وأنطونيو والجد بيدوروا على مكان يقعدوا فيه قبل ما المصارعة تبدأ. وأول فريق بيدخل الحلبة هو فريق الشمال الشداد، والمتكون من الشيطان الخارق وتيكيلا جو، وهنا بيدخل سكارجوت ومعاه زميله في الفريق النسر الفضي باسم فريق هاتي بوس عبت. والنسر الفضي بيبتدي الهجوم بس الفريق التاني بيغلبه بعد ما بيخموا وبيهاجموا سوا، وبعدها بيستنوا سكارجوت يدخل الحلبة بس هو بيرفض لحد ما النسر الفضي بيضربهم من ظهرهم، وفريق الشداد بيبقى أقوى من سكارجوت، بس في الوقت اللي بيبقوا هيضربوه بالكرسي الراجل الياباني بيدوس على الزرار، وده بيخلي سكارجوت رقبته تطول وبيضرب أخصامه بالروسية. وفي الأوضة الراجل الياباني بيكون مستني أي حاجة تحصل بس مش بيلاقي حاجة فبيدوس على نفس الزرار، وده بيخلي سكارجوت يضرب النسر الفضي كمان وأنطونيو والجرس. ولما الراجل الياباني مش بيلاقي أي نتيجة بيجرب زراير تانية مختلفة، وواحد فيهم بيخلي مغني فرقة يطلع نار من بقه في وسط الحفلة، وواحد تاني بيخلي ساحر روسي يفشل في الحيلة السحرية بتاعته لما بيحاول يخلي المساعدة بتاعته تختفي، والزرار التالت بيخلي الراجل في الصين ينبح على الكلاب بتاعته، والراجل الياباني بيكون على وشك انه يستسلم لحد ما بيشوف نور جاي من فوق وبيلاحظ ان مفيش سقف في الأوضة دي، وبيشوف الملايكة وهي طايرة، فبيقرر يعمل حاجة مختلفة المرة دي، وبدل ما يدوس على الزراير هو بيمسك فيها وبيطلع لفوق، والخطة بتنجح، وكل مرة بيدوس فيها على الزرار سواء بإيده أو برجله بتحصل حاجة مختلفة على كوكب الأرض، زي إن وردة تفتح أو فيل يموت، وكل ما يطلع لفوق أكتر بتحصل حاجات أصعب، ومش مجرد حاجات طبيعية، بيكون في كمان حاجات بشرية ومنها حاجات عادية وحاجات صعبة، زي إن المحمصة تطلع عيش وإن واحد يهبط على القمر، وعقبال ما بيوصل لفوق شعره ودقنه بيطولوا، وهنا مش بيحتاج يمسك في الحيطة وبيقدر يطير في الهواء عادي زي الملايكة، وبالخبرة اللي اكتسبها من التمرين في الأوضة بيقدر يتحكم هو في الحاجات اللي بتحصل من غير ما يدوس على زراير. ولما بيخلص بيلاقي نفسه متحوط بريشة، وبعدها بيدخل من بوابة بتطلعه على الأوضة الأخيرة واللي بتكون عليها خريطة على الحيطة وزرار كبير بيدوس عليه، والمرحلة دي بتبقى بعنوان المستقبل. وبكده بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.